الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في البداية لابد من كلمة شكر للأخ الجليل على هذه الدعوة الكريمة، وأيضا لهذا الحضور الطيب لمناخ تابعت قضية أنا أعتقد من أخطر القضايا. لما أقول من أخطر القضايا أنا ترى سبق أني قلت هذا الكلام حتى في مجلس الأمة. من أخطر القضايا لا نعني الرياضة ببطولات خسارة وربح، لا، من أخطر القضايا، لأن قضية الرياضة هي قضية في النهاية كما نص عليها الدستور، هي قضية رعاية شباب تسأل عنها الدولة، ولا يجوز أن يحصل أي تعثر فيها، خاصة إذا صار مثلا هذا التعثر تعثر متعمد ومقصود. بلمحة سريعة، قضية الرياضة ترى في الكويت ليست فقط اللي قاعدين نشوف عنها حاليا. أنا أتكلم الحقيقة عن فترة أنا عاصرتها من زمان، على الأقل أتكلم عن فترة مثلا من 68. من ذاك الوقت ترى كان في خلافات في الميدان الرياضي، لكن تبقى كانت خلافات محصورة حول كل جهة والسلطة اللي تعتقد أنه يجب أن تتمتع فيها. يعني في الستينات أو في 68 لما جاء الاتحاد الكويتي جاء الاتحاد القدم نتيجة الخلاف اللي صار وحل أو خلينا نقول اتخاذ عقوبات على بعض الأندية في الكويت، فاتفقت الأندية يومها بأن يأتي اتحاد يمثل ال 12 نادي اللي كانوا موجودين كلهم. من ذاك الفترة احنا اختلفنا. من ذاك الفترة كانت في مواجهات. لأن كانت قد بدأت الحقيقة في ذيك الفترة قضية المشاركة أو قضية إقامة بطولة لكرة القدم في الخليج. وهذا كل الكلام اللي ينقال طبيعي كل واحد صار يقول أن هذه مسؤول عن هذا كلام مو دقيق. القضية بدأت من الكويت. بدأت أنه كان في زيارة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذاك الوقت سير ستانلي روس، وطرح فكرة أن تقام دورة تنشيط الرياضة في الكويت. ما طول السالفة عليكم، المهم صار في لقاء ثاني في البحرين، صار الاتفاق بأن تكون دورة الخليج، تقام دورة الخليج، وأن تكون الدورة الأولى في البحرين. هني كان في خلاف. اللجنة الأولمبية الكويتية في ذاك الوقت 68 يعني سنة 70 بعدين قالوا ما هم حقهم المشاركة، لازم إذن. طبيعي احنا أيضا التزمنا بالأنظمة، قلنا لهم أنتم كلجنة أولمبية محلية حقكم بطلب الإذن إنه احنا نستأذنكم إذا كنا بنشارك في بطولة تخضع خلينا نقول ضمن البطولات اللي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية. أما فيما على ذلك فقط ولغرض واحد أيضا، أنه طبيعي ساعتها كان الاحتراف أو كانت الهواية غير الآن، فقط علشان تؤكد اللجنة الأولمبية المحلية لأي اتحاد في أي دولة أن هذا الفريق المشارك فريق لا يضم محترفين. المهم ما التفتنا لهم، شاركنا في دورة الخليج، جينا للبطولة. طبعا أيضا الخلافات صارت فيما بعد، وهذا في اليوم أنا تعمدت نزل تسجيلين لي في مجلس الأمة حتى أؤكد، لأني أريد أعطي بالفعل انتباه أن ترى هذه الخلافات بكل أسف كانت موجودة، وكان يمكن أبرزها في العهد الحديث الخلاف اللي صار سنة 86 لما جاء وزير الشؤون وحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم وجاء الاتحاد الدولي نتيجة اتصالات بكل أسف ومن الكويت. هذا كلامنا كله قلته في اللقاء اللي قلته في مجلس الأمة لما تحدثت عن القضية هذه بالذات، وبرسائل طالعة من الكويت. قالوا فيه إنه في الكويت يعني كأنه في اضطرابات، يعني صورونا كأن احنا دولة من دول، قال بالضبط يعني كأن دولة من دول جمهورية الموز اللي موجودة مثلا ذاك اليوم في جنوب أمريكا الجنوبية. وقام الاتحاد الدولي بالفعل وأيضا بإعاز من الكويت وبيتحرك من الكويت بإيقاف نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم. أنا كنت رئيس المجلس ونزلت تحدثت من داخل المجلس. طبيعي الكويت مرضت عليهم، رحنا الكويت يعني شكل فريق بعد ما حل الاتحاد من قبل وزير الشؤون، شكل الاتحاد برئاسة الأخ عبد العزيز المخلد، وراح في أسبوع واحد وجاب البطولة. لكن قبل لا يشترك لما صدر إيقاف من الاتحاد الدولي في ظرف شبيه بالظرف اللي احنا فيه حاليا،
أنا نزلت يومها من المنصة وكلمت مجلس لما قلت أتحدى الاتحاد الدولي، أنا كنت برئيس الاتحاد الدولي حتى 82 من سنة 64 82 يتحدى الاتحاد الدولي إنه يأتينا بنص واحد. الأنظمة تغيرت الآن، هذا وضع مختلف، أنا أتكلم عن 82 عن 86 آسف. كنت أتحداهم إنه يأتونا بنص واحد في ميثاق الاتحاد الدولي لكرة القدم يعطي الحق في الإجراءات يتخذها في الكويت. ليش الإجراءات يتخذها في الكويت؟ ما استند إلى مخالفة ارتكبتها في الكويت. ولأن القرار سريع، ولأن القرار أو العقوبة كانت مطلوبة من الكويت، يعني حتى هم في الاتحاد الدولي ذيك اليوم القرار اللي صدروه كان قرار ما اريد اصفه باي صفه، لكن كنت حقيقه مو دقيق. هم قالوا يطبق على الكويت ما طبق على فنزويلا، وما طبق على اعتقد حتى واحده من الدول يمكن نيكاراغوا. اللي طبق هناك نتيجه مخالفات وقعت فعلا. قلت الاتحاد طبيعي حاولوا بعدين يقول لهم مخرج، كلفوا الاتحاد الاسيوي هنا سووا العمليه انه والله الانديه اجتمعوا ويقولوا ما احنا خلاص ما في مخالفه. الان الوضع اللي نمر فيه احنا حاليا، هذا كانت المقدمه حتى اقول لكم القضيه ما جديده يعني، وهاي الكلام اللي قلته فيه تفاصيل وايد يعني. لما نقول القضيه مو جديده، اللي حصل في الكويت ايضا بدا من سنوات وكانت في محاولات لتعديل الانظمه، لتعديل القوانين في الكويت بما يجعل للجنه الاولمبيه الدوليه وللاتحادات الدوليه ولمن يعمل معهم ذيك اليوم حتى يؤكد ذلك اليد العليا فيما يتعلق في التشريعات المحليه، وهذا ما يصير. هذا كلام اللي قلناه انا قلته بشكل واضح وصريح، يمكن اللي نزلت اليوم الشريطين واضح فيهم هذا الكلام. كانوا يطالبون انا كنت اقول بوجه كلام الحكومه حتى لما الحكومه جابت تعديلات، قلت لهم تشريعاتنا في الكويت، تشريعاتنا المعمول فيها في الكويت، قوانيننا المعمول فيها في الكويت تتسع لتنفيذ كل مطالب سواء كان اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الدولية التابعة لها. لما أقول تتسع أن يعني يمكن أن نقوم بتطبيق كل ما ينص عليه الميثاق الأولمبي، كل ما تنص عليه الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ضمن القوانين اللي معمول فيها. بس تحتاج علشان هذا الطبقة تحتاج أيضا يكون الموجودين سواء كانوا وزراء وغيرهم أيضا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى القدرة أنه يفهم هذا القانون. ولأن بكل أسف صار كان في صراع هنا، صراع الشيوخ، ما هو يعني اسمه، لأن كان في صراع، كان في بعض الأطراف تدفع باتجاه معين، باتجاه أنها تفرض التعديلات اللي تجعل اليد العليا، مو مثل ما يقولون الآن. ترى بعض الكلام اللي قال المدى بدأ صحته لما يقول صار العملية كلها وراها ناس في الكويت، هذا وارد، لكن أنا ما أقدر أيضا أقول أن هذا هو صحيح تماما. لما أقول وارد ممكن، لكن أنا اللي قاعد أتعامل معه حاليا هو أنه قرارات تأتيني من اللجنة الأولمبية الدولية ومن الاتحادات الدولية، وبالتالي بغض النظر عن نفوذ من في الكويت اللي يستطيع أن يسير هؤلاء، هذه القرارات اللي ترتب عليها إيقاف، اللي لما وصلت الأمور إلى شبه المواجهة. هذا الكلام كان في نهاية مجلس فبراير 2012، يعني قبل ما يصدر الإبطال. الحكومة جاءت بتعديلات، وأيضا هذا مذكور في اللقاء اللي نزلته، الكلام اللي أنا قلته داخل المجلس. الحكومة جاءت بتعديلات سبقا قدمتها ب 2009 وسبقا رفضناها، على مو رفضناها، على الأقل صديناها احنا مجموعة 12 واحد. قلنا يا جماعة لا يجوز، لا تخلون تضعون حبل برقبة الكويت وتقولوا للآخرين تعالوا جروا، أنتوا أعطوا تعهد احنا ننفذ كل ما تطلبه هذه سواء كان اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحاد الدولية من خلال تشريعاتنا. تشريعاتنا قادرة تتضمن النصوص اللي تسمح لنا، لكن لا، كان واضح انه مطلوب ان يكون في هناك يد عليا سواء في الكويت او برا. طيب الكويت ما يقدر يكون الا الاي واحد فوق القوانين، لكن يمكن ان يؤتى بذلك لما ينقال لنا والله هذا الامر جاي من اللجنه الاولمبيه الدوليه او من الاتحاد الدولي. هذا كلام رفضناه. كرروه جابوه في شهر 5 2012، يعني قبل ابطال المجلس بايام قليله او باسابيع يعني.
وايضا تصدينا له وقدرنا نوقفه. انا بالمجلس قلت لهم هذه التعديلات اللي جايبينها متفقه تماما مع التعديلات اللي جبتوها واللي نظرناها في المجلس في شهر ديسمبر سنه 2009، واللي يمكن كان فيها التعديل الوحيد المستحق الاخير اللي قدم في 2012. التعديل الوحيد المستحق هو تعديل مبني على حكم للمحكمه الدستوريه. احنا في القانون رقم 5 لسنه 2007 كنا حاطين مجموعه من الشروط، واللي لو تبعوه ولو اخذوا بالتعديلات اللي كانت مطروحه كان ما صارت المشكله هذه في الكويت البنيه. لكن صار يقول لا هذا هو اللي عطاه، مو هذا هو اللي عطاه. فقلنا نعم في تعديل واحد مستحق، لان في القانون 5 على 2007 احنا كنا واضعين ان ما في جمع، وان اللي يجمع اذا جمع اي انسان الان لا اذكر بالضبط اما انه يفقد خلينا نقول المركز الاخير اللي اجمعه او اللي قبل او الاول بغض النظر، لكن فرضنا عليه فرض. لما رفعت بعض القضايا امام القضاء وبعدين امام المحكمه الدستوريه، المحكمه الدستوريه كان موقفها سليم، ما يعني قالوا ما ترضوا على المبدا، قالوا الفرض لا يجوز. اذا تم الجمع يفترض ان يخير من جمع بان يختار المنصب اللي كان فيه بالاول او المنصب اللي وصل اليه مؤخرا. هذا كان التعديل الوحيد، فرفضناه احنا فيه، مو رفضناه، على الاقل قدرنا نوقفه الى ما قبل ابطال المجلس في 20/6. هذا كان في 5 الى 20/6 2012. شو اللي حصل بعد ذلك؟ وهني انا الجزء اللي راح اركز عليه شوي، واللي بيتكلم فيه عن المهازل اللي قاعده تحصل بما في ذلك مجلس الامه ومجلس الامه الحالي. اللي حصل انه بعد ابطال المجلس طلع كتاب تعهد من سمو الامير رئيس اللجنه الاولمبيه، لان كانت الدوره الاولمبيه على الابواب، الدوره الاولمبيه في لندن كانت على الابواب، وكانت الكويت حريصه، يعني كان سمو الامير حريص بانه لما يشترك فريقنا او يشترك اي لاعبين من عندنا يشتركون تحت العلم الكويتي. فوجه رساله لرئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه وقال يعني احنا بالفعل نبي لاعبين يلعبون تحت العلم الكويتي، يعني يشاركون في الدوره الاولمبيه في لندن في 2011 تحت واحنا يعني هو يتعهد، لان ما كان في مجلس، كان مجلس طبيعي، المجلس قد ابطل، وكان في هناك محاوله لتعديل قانون الانتخاب 42 سنه 2006. فطلب انه بالفعل اللجنه الاولمبيه تعهد اللجنه الاولمبيه الدوليه، رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه في كتاب يعني رد، او خلينا نقول وافقوا على الاقل، وافقوا على ان تشارك الكويت تحت العلم الاولمبي، تحت العلم الكويتي، اسف، تحت العلم الكويتي، على ان تعدل القوانين وفقا للشروط اللي طلبتها اللجنه الاولمبيه الدوليه. هذا كان في 2012. وصدر المرسوم رقم 26 لسنه 2012. وانا هذا المرسوم يعني النصوص الموجوده فيه، لان قناتي هو ان قوانين متكافيه، ماني مع المرسوم، لكن هذا المرسوم صدر في غياب المجلس وبعد تعهد من سمو الامير. هذا اقول يعني هذا الراي اللي فيه. صدر هذا المرسوم بقانون وضعوا فيه كل النصوص او كل الشروط كما قالت المذكره الايضاحيه للمرسوم نفسه، وراح اقراها بالنص، لان لما ياتي الكلام عن نسب شيء لاي طرف، مثلا نسب اني انسب ما ورد في المذكره الايضاحيه اللي هو في المرسوم بقانون اللي قدمته الحكومه بعدين لمجلس ديسمبر 2013، لابد الحقيقه اقول النص بالضبط كما ورد من عندهم، وشنو هي المبررات اللي هم اعطوها. طب يعطوهم يوجهون القانون او المرسوم بقانون مع مذكره ايضاحيه لمجلس ديسمبر 2013، وضعوا اسباب هم قالوها على وجه التحديد لصدور هذا المرسوم، وتحدث هو تحدث فيه ايضا بصراحه، تحدث فيه بصراحه ان الكلام اللي قالوا يقولون
في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 26 سنة 2012 يقولون عقدت عدة اجتماعات وممثل اللجنة الأولمبية الدولية في جنيف. هاي الحكومة تقول، توجه الكلام، تقول المذكرة كتبرير لإصدار المرسوم بقانون، وتوجه أيضا لمن سيعرض عليه لمجلس الأمة القادم سيعرض بعد ذلك على 2013 مثل 2013. شروط تتمثل حيث وضعت اللجنة الأولمبية شروطا لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، تتمثل أهمها في تعديل التشريعات الرياضية التي تنظم الرياضة الكويتية بما يؤكد، هذه الحكومة تقولها، هذا كلام الحكومة الآن واللي كشفه في المرسوم بقانون، بما يؤكد استقلالية الهيئات الرياضية الكويتية في وضع نظمها الأساسية ومباشرة نشاطها بعيدا عن التدخل الحكومي. الحكومة تقول اشترطوا علينا أن نضع هذا القانون اللي يجب أن يطمن هذه الأمور، بما في ذلك أن نكون بعيدا عن التدخل الحكومي، يعني تضع الهيئات الرياضية أنظمتها الأساسية بعيدا عن التدخل الحكومي، بالإضافة إلى نص صراحة على الالتزام بالميثاق. هذا كلامهم، هذا كلام الحكومة الآن، بالالتزام بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحاد الدولية. ولقد تفضل حضرة صاحب السمو، كلامهم الآن، أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضيين الكويتيين بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012، مؤكدا، هذا الآن من الكويت من رئيس الدولة، على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية وبما يضمن بقائها عضوا بالأسرة الرياضية الدولية. حطوا بعدين شيء ثاني يعني اللي مضطر اجيبه من عندهم. هذا الامر هو مصنع. انا مره اخرى اقول، انا يعني كنت اعتقد وكنت قايل هذا الكلام ولا زلت، الكويت لم تكن بحاجه الى مثل هذا المرسوم. الكويت كانت بحاجه الى وزير، الى مسؤولين يعرفون حقيقه إمكانية تنفيذ ما يتطلبه الميثاق الأولمبي من خلال قوانينه، وهذا ممكن. لكن واضح أن كان في أطراف يريدون يشيلون يد الكويت، شلوها. يعني بعد صدور هذا القانون، وبعد فترة أيضا في 2014. طيب لما صدر هذا القانون خلاص استمرت الامور وكل شيء، لكن في 2014 رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بعث برساله لسمو الامير تاريخ 11 نوفمبر 2014، يقول له في هذه الرساله، يقول لك: كما تعلمون فانه بفضل تدخلكم الشخصي والتزامكم في رسالتكم بتاريخ 9 يوليو 2012 تم تسوية أوضاع الحركة الأولمبية والرياضة في الكويت باعتماد التشريع الرياضي الجديد، يعني بين نحط بين قوسين القانون 26 2012. هذا كلام الآن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والذي كان، هذا أهم جانب اللي نستطيع أن نقيم فيه الحجة إذا بقينا على هذا القانون على رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وإن كان أنا أعتقد بعد ذلك يفترض أن نسعى لتعديل هذا، يعني نسعى إلى أن هذا الفرض وهذا الالتزام يجب أن نخليه ضمن قوانيننا، لكن هذا صار جزء من قوانيننا بكل أسف، والذي كان متوافقا تماما مع المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الحركة الأولمبية. يقول بعدين نتيجة لذلك قدرنا نرفع، لكن يقول في الرسالة أنه نما، يعني يرفعهم نما إلى علمنا أنه في إجراءات في محاولات تجري في الكويت لتعديل هذا القانون 26/2012 بشكل، هذا كله كلام قال معني رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بشكل يعيد الوضع في الكويت ويعيد الحركة الرياضية في الكويت إلى ما قبل الدورة الأولمبية في لندن.
ونتيجة لذلك الكلام اللي صار هنا، شو اللي صار؟ قبل هذه الرسالة كان صدر المرسوم بالقانون رقم أعتقد 134 لسنة 2013. الأخطر من ذلك رقم صدر مرسوم بقانون آخر، هذا كلام من الحكومة. لما أقول مرسوم بقانون يعني الحكومة هي من بادر بإصداره، حتى بدون عودة للمجلس، يحال المجلس، ما كان في مجلس. ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2013، لأنه فيه تغيير يمكن شوية. ثم القانون 25 بقانون إصدار المجلس سنة 2015. ثم الكارثة واللي أنا كتبت عنه بشكل تفصيلي على تويتر، القانون الكارثي، القانون لا يمكن أن أصدق بأن هذا القانون بصياغته مر على الفتوى والتشريع، أو مر حتى على أي رجل قانون عنده حس رياضي، لا يمكن. قانون 34 لسنة 2016 قانون كارثي طبيعي، هو قبله وأيضا بعده. هذا اللي أدى إلى يعني بعد ما رفعت أو بعد ما سمح للكويت بالتشارك، وبعد رفع الإيقاف، بعد رسالة سمو الأمير لرئيس اللجنة الأولمبية، وبعد صدور القانون 26 لسنة 2012، عاد الوضع الآن مثل ما قال توقع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مثل ما كان عليه. الآن في من يطرح أن هذه الأمور وراها يد بالكويت. أنا لا تعنيني الأجل اللي بالكويت، أنا يعنيني إلى أي مدى السلطات سواء الحكومة أو المجلس التزمت بأن تضع قوانين تلتزم بما تطالب به في اللجنة الأولمبية الدولية، وهو الالتزام بالميثاق الأولمبي، وتلتزم في الوقت نفسه أيضا بما تتضمنه الأنظمة الأساسية للاتحاد الدولي. وهذا أمر مشروع. اللي حصل نتيجة صراع كل اللي حصل. وأنا لما أقول صراع أنا اطلعت بالتفصيل على ما ورد في القانون 34. والقانون 34 ما هو فقط أنه من حيث الصياغة سيء. لما أقول حيث الصياغة سيء ذكرت أنا بالتفصيل وين السوء موجود. وقوانين عادة فيها إلقاء وفيها إضافة وفيها كذا وفيها أيضا هذا لما يجي وفيها تعديل، يعني استبدال مواد بمواد أخرى. فيها الاستبدال، القانون نفسه فيه استبدال، فيه إضافة، فيه إلغاء، وفي شيء ما هو موجود بالقوانين. قالوا يعمل بالقانون بالمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، هو قانون الهيئات الرياضية، وبالنصوص التالية. تحط القانون، حط النصوص التالية عبارة عن مواد شبيهة، خلينا نقول لها مماثل ما يماثلها. واضح ان كان غرضهم استبدال النصوص الموجودة بالنصوص، او استبدل بالنصوص الموجودة نصوص جديدة. هذا ما صار. الكارثة الأكثر انه لما جو يكتبون مذكرة إيضاحية لهذا المرسوم، وهم في المرسوم 26 كانوا يقولون هذه نتيجة مبادرة صاحب السمو، نتيجة استجابة اللجنة الأولمبية وإلى آخره. وبالتالي هذا الكلام يقول لك مذكرة إيضاحية. في المذكرة الإيضاحية للقانون 34 لسنة 2016 الكارثي المعيب السيء، يقولون أن هذا القانون انصدره لأن المرسوم بالقانون رقم 26 سنة 2012 عددوا المراسيم والقوانين، بالذات المراسيم. هذه جاءت نتيجة ضغط. شلون ضغط؟ منه؟ شنو الجهات؟ من الأطراف؟ فوضع أنا أعتقد كارثي، وكان يمكن أن يعالج. أنا هذا الكلام كتبته أيضا على حسابي في تويتر. معالجة هذا الوضع مع تأكيدي اني انا ماني مع قانون 26، لكن بنفس الوقت هذا المرسوم بالقانون 26 سنة 2012، لكن بنفس الوقت هذا صدر وصدرت مع قوانين ثانية. الآن شلون نستطيع أن نرفع
الإيقاف اللي جزء منه يتعلق في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللي حددوا لنا الاتحاد الآسيوي حدد فترة حتى يمكن أن يرفع الاتحاد الدولي الإيقاف على الكويت. حدد الفترة ب 18 ديسمبر سنة 2016، و18 ديسمبر يعني قبل شهر من إجراء القرعة لتصفيات كأس آسيا ولغرب آسيا. كان محدد لها 18 يناير. في الأيام الأخيرة غيروا هذا الموعد، قالوا لا القرعة ستجرى ب 23، فأعطونا أيام إضافية لأن القرار هو لازم قبل شهر، فأعطونا لغاية 23. أنا نزلت تغريدة قبل كم يوم قلت ما في مخرج أبدا غير مخرج واحد. إذا الغرض هو رفع العقوبات وأن نقيم عليهم الحجة، لو افترضنا مثلا هذا يعني المخرج هو أن تشريع، وأنا حتى كتبت الشريع ما عندي مشكلة، كتبته وقلت حق الإخوان اللي يبي أنا عندي، بس أنا كتبت تغريدة أيضا مطولة. الحل هو أن نعود إلى المرسوم بالقانون رغم 2012 اللي أنا أقول أيضا ماني مع، لكن هذا صار قانون قائم، وقانون رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يقول هذا متوافق معه، إذا احنا نمسك عليهم حاليا، وبالتالي تلقى كل القوانين أو المراسيم اللي صدرت بعده. مرسوم بالقانون اللي صدر سنة 2013، المرسوم بالقانون اللي صدر 2014، القانون 25 صدر 2015، واخرها القانون رقم 34 اللي صدر. ما في حل ثاني، وهذا كان يمكن يصير والآن ممكن يصير قبل 23 وقبل 23 بوقت كافي، 23/12 بوقت كافي، لأن قانون عبارة من 4 مواد: قانون في إلقاء، قانون في عودة العمل بالقانون أو معادلة العمل بالقانون 42 بالمرسوم بالقانون 42 سنة 1978، وعودة العمل بالمرسوم بالقانون اللي موافق عليه اللجنة الأولمبية واللي ألغوه. المادة الثالثة أنه يلقى كل نص. المادة الرابعة مادة تنفيذية، لكن أهمية المادة الرابعة أهميته هو أنه فيها تاريخ نفاذ القانون، أنه يجب أن يكون نافذ اعتباره من 18 عشان تعطي نفسك براءة. شو اللي صار؟ الآن فوق دمار اللي جاينا من الحكومة، الدمار الأكبر اللي جاي من داخل المجلس. المذكرة اللي قال قريناها يعني أنها رفعت الحكومة. أول شيء أمس أقسم أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس، والقسم يبدأ: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا الوطن والأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة. هذا الطلب اللي يرسله الحكومة. أي تشريع المسؤولية الأولى فيه للنواب، للمجلس، بل علشان نبين أهمية عضو أي مجلس، أي عضو في أي مجلس، اقتراح القوانين هو لطرفين، هو لسمو الأمير وسمو الممثل يعني ممثل بالوزراء. إذن القانون أو مشروع القانون اللي يقدم سمو الأمير من خلال وزراء تشترك في الحكومة كلها، تشترك في أجهزتهم، ويوقع على الأمير إجراءات يعني مو قصيرة، طويلة، في الوقت اللي القانون نفس الحق يتمتع فيه عضو واحد في مجلس الأمة، أي عضو. وبالتالي هذا التعديل أو هذا التغيير أو أي تعديل آخر يحقق الغرض. أنا لا أقول فقط تعديل، أنا أقولها أي تعديل آخر يعيد الكويت أو يرفع العقوبة على الكويت، وبنفس الوقت يلتزم بكل أسف يعني كنا ملتزمين ولا نوقف، يلتزم بالميثاق الأولمبي بالأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية. هذا القانون يجب أن يصدر بدل من هذا القانون بعد القسم اللي يقسم فيه لي أن أحترم الدستور وقوانين الدولة. المذكرة اللي راحت الحكومة وموقع لها ما أدري كم حسب ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما قريتها الصراحة.
هذه المذكرة تطالب الحكومة بأن تسعى إلى حل، وأن تطلب مهلة 3 شهور. طلب المهلة من يعني الحمس اللي داير هني، اللي أنا سمعته مع أني شيء يستطيعون يقيم الدليل عليه، أن اللي راح يعطي هذه الموافقة أطراف في الكويت. شلون يصير؟ يعني يابت هذا يؤكد بكل أسف أنا هذا كلام ما أقبله، يعني ما صدقه، لكن هذا الكلام داير حاليا، أن اللي راح يعطي الموافقة على إعطاء الكويت 3 أشهر هم أطراف موجودين في الكويت. يعني هل معنى ذلك أن اللي كان يجينا من اللجنة الأولمبية الدولية ولا من أي اتحاد دولي هذا يصدم هذا بإذننا هو نقول بياج من الكويت؟ الأمر الآخر، لو افترضنا هذا صار من اللجنة الأولمبية الدولية مو من الكويت، شلون مشرع يقول هالحكومة طلبوا مثل هذا الطلب والتزموا قولوا لهم يعني احنا نلتزم باللي تبونه؟ يعني شلون تلتزم باللي تبونه؟ التشريع مو عند الحكومة، وشلون اي واحد يجي مسبقا هذه دعوة لمخالفة القانون موجهة من السلطة التشريعية، بعض أعضاء السلطة التشريعية إلى الحكومة، هذا غير جائز، وهذا نعتقد سقطة، وهذه خطيئة، وهذا نعتقد إذا الحكومة ارتكبتها فأي واحد يعارض هذا التوجه من حقه مو حقه، يجب أن يستجيب رئيس الوزراء. القوانين النافذة حاليا هي قوانين سيئة، لكن القوانين السيئة لا يمكن أن يطلب من الحكومة بأن تخالفها، ما يجوز. أما إذا الحكومة جت وردت على المجلس وقالت لا احنا ما نقدر نخالف، هذه أيضا مأساة. يعني السلطة اللي يفترض النواب اللي يفترض أن يراقبون الحكومة تقول لهم أنا ما أقدر أسوي شيء مخالف للدستور. وأنا شخصيا أحذر الحكومة وأعتقد أن يكفي ما ارتكبتوه ارتكاب أي خطيئة. هذا الوضع، هذا الإيقاف يمكن أن يرفع باتباع طريق واحد، بإلقاء القوانين اللي حذر منها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اللي صدرت من 2013 حتى 2016 آخرها القانون 34، ولنفترض أنه هناك أيدي تعبث، هناك أيدي تعمل، نفترض أن على الرغم ونقول مثل ما قال في الأول، مثل ما كنا متهجمين بالأول، اللي الأمر مثل ما قلنا مرة أخرى أكرر، هذا مو هو الحل الأمثل، لكن هذا صار بتعهد، صار مرسوم. لنفترض أنه نتيجة مثل ما يقال أنه في أطراف تتصل وأطراف تفرض داخلية على الجهات الدولية، لنفترض جت اللجنة الأولمبية الدولية قالوا لا احنا بغير ذلك، على الأقل في هذا الجانب احنا نستطيع أن نقيم الحجة على اللجنة الأولمبية الدولية لما تخاطب أي طرف، لما تخاطب أي هيئة قضائية أيضا أوروبية أجنبية. يا جماعة احنا كل اللي سويناه، رئيس اللجنة الأولمبية كان متخوف من قوانين تصدر وصدرت، احنا جينا الآن وألقينا كل القوانين اللي صدرت وعدنا إلى القانون اللي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال أنه هذا متوافق تماما مع الميثاق الأولمبي. بغير هذا اللي قاعد يصير أنا أقول عبث، وبغير هذا كأن بالفعل يعني يخلونا غصب نقبل ونصدق بأن الأوضاع يديرها أطراف في الكويت. ويمكن أنا قريت تصريح بغض النظر رأيي فيه، تصريح وزير الإعلام قال احنا ما راح نطبق، لما بذكرت واضح موقفهم ما راح ننفذ إذا كانت تتعارض مع الدستور ومع القوانين. هذا كلام صحيح، لكن انت متى التزمت بالدستور والقوانين؟ متى؟ فلذلك أنا أعتقد احنا أمام وضع كارثي، وهذا الوضع الكارثي لا يمكن ولا يجوز أن ينتهي إلا من خلال السلطة التشريعية، بغض النظر عن رأيي أنا في السلطة التشريعية، لكن إلا من خلال السلطة التشريعية، وينتهي بإقامة الحجة على اللجنة الأولمبية الدولية بالعودة إلى ما كان يقول عنا رئيس اللجنة الأولمبية هذا متوافق مع القوانين. الوضع أنا أعتقد ما في مخرج آخر، ما في أبدا، وإن الحكومة أعطت أي تعهد حتى رفع بعدين، أنا أعتقد هذه الكارثة أكبر. هذه يعني
انه تم الشطب على ما تبقى من الدستور او الدستور، انه خلاص كل شيء يسويه احنا خارج اطار الدستور وخلاص الجماعه كانوا موافقين معنا. فلذلك انا اتمنى هي رايي محدد واضح منشور. ايضا الطريق الوحيد والاوحد هو القاء المراسيم بقوانين، والقوانين صدرت من 2011 الى 2016 اللي تعارض مع ما وافق عليه رئيس اللجنه الاولمبيه، والعوده الى ذلك. ومع ذلك هذا ما ينتهي هنا، هذا لا يمنع بعدين ان في السلطه التشريعيه في يأتون ويراجعون كل القوانين الموجوده، وايضا يمكن يدخل عليها العديد من التعديلات. بس احنا الان امام مزق، امام وضع قد يودي بالحركه الرياضيه الكويت الى سنوات. ومره ثانيه يعني القول بان لا، القضيه مره اخرى ما هي قضيه حركه رياضيه، قضيه تتعلق بالالتزام على الدوله، وضع الدستور، وعلى الحكومه وضع الدستور بالاهتمام برعايه الشباب. ورعايه الشباب انت ما تقدر تجيب لك تحط لك نادي وتقول تعالوا. رعايه الشباب هو ان تهتم بان كل واحد توفر له كل الامكانيات اللي عندك لممارسه هواياته، بما في ذلك لان ايضا ممارسه الهوايات هذه بدون وجود نشاط سواء كان محلي او خارجي ايضا هاي تتقل. وبالتالي لذلك لما اتكلم عن الخصخصه هذول اللي قاعد يتكلم هذول الناس بينهبون الكويت. الانديه ليست مؤسسات عامه، والانديه مسؤوليه الدوله، ورعايه الشباب مسؤوليه الدوله. لذلك اللي حاطين بدالهم قضيه خصخصه الانديه الاستيلاء على كل شيء، انا اعتقد هذا يجب ان يواجه ايضا، يواجه بقوه. وايضا هذا مره ثانيه كتبت عليه. يعني انا اعتقد لا يزال على الرغم من كل اللي حاصل حاليا، على الرغم من هذه المذكره الكارثيه اللي انا اعتقد بكل اسف احنا اذا عندنا كانوا يقولون في المجلس السابق سوابق حميده، بس احنا مو سوابق حميده، هاي الان عندنا سابقه ما صارت في الكويت. سابقه مطالبه المجلس بحل المجلس 2013 لاسباب خاصه فيهم، هذه تفوقها، لان هذه دعوه صريحه للحكومه بان تخالف القانون وان تخالف الدستور. انتم عطوا وعد او اطلبوا اجل وعطوا وعد، شلون يعطوا وعد؟ لا، تعال انتم عدل اللي وصلك لرفع العقوبه، وبعدين اذا تبي بالفعل بتغير تعال قعد لك يوم يومين شهر الى ان تعمل التعديلات اللي تبيها. بس ابدا بالخطوه اللي توصلك لرفع العقوبه، ما في خطوه غير هذه. خطوه اللي غير هذه يعني اذا مارست السلطه يعني ما ذلك، اما انهم يوافقون على انه في ناس في الكويت انهم يتصرفون في الامر، او انهم بالعكس يرحبون مثل هذا التوجه. هذا التوجه معنى ذلك كان يقول لهم تخالفوا الدستور وخالفوا القانون وحنا وياكم النهايه. لذلك انا اتصور ما في حل، ما في طريقه، ما اقول ما في حل، ما في طريقه متفقه مع القانون ومتفقه مع الدستور الا باتباع، الا باجراء القاء القوانين المراسيم بقوانين صدرت من 2013 حتى 2016 حتى نبقي على ما وضع في السابق المرسوم بالقانون 42 اللي معمول فيه حتى الان في سنه 78 مكملا بالمرسوم بالقانون رقم 26 سنه 2012. يعني هذه لمحه حبيت اقول سريعه لمجمل الاوضاع اللي بالفعل حط كل الاطراف، حطهم زاويه، عود للوضع اللي كان مقبول، عود للقانون واعمل ساعتها وانت مرتاح، ايقاف مرفوع عندك، اعمل. انا قلتها من الاول. طب يعارضوه، اتحداهم لو كان القانون، قلت وجه كلامي حق وزير الشؤون بالندوه اللي نزلت بالمداخله في مجلس الامه اللي نزلتها اليوم، لو القانون رقم 5 لسنه 2007 اللي ما يكون هذا السبب لو منفذينه، اتحداهم وصلنا لهذا الوضع، لان كنا في واضعين فيه انه انتخابات ان الاتحادات تصير بالانتخاب، حتى مو الانديه اللي تعين ممثلينها بالانتخاب داخل الانديه. بس هذا من اللي رفضه؟ من اللي رفضه ذيك اليوم؟ اكثر من رفضه بعض الانديه. لان اذا عملت هذا كلها من نفس اليوم، انتخابات الاتحادات المختلفه
انتخابات الأندية في يوم واحد، من اللي تصدى له؟ من اللي رفضه؟ بعض مجالس إدارات الأندية. ليش؟ لأن هذا يفقدهم أول شيء، يفقدهم السيطرة على من يكون في مجلس، من اللي يعين في مجلس إدارة أي اتحاد، لأن مو جاي عن طريقهم، جاي من الجمعية العمومية. ويفقدهم أيضا أن يقدروا يتنافسون على كل شيء. لا، واللي يرشح في أي اتحاد ما يقدر يشمل إدارة النادي، والعكس كذا صحيح. أيضا كنا تعديل احنا حاطينه، لكن طبيب وقدم الأخ صالح عاشور لما قال مثلا كل انتخاب في مجالس الإدارات 3 بدل ما تنتخب المجلس كله. هذا ليش أيضا؟ ليش كانوا ما يبونه؟ لأن هذا يفقد المجموعات اللي جايبين لك على 10,000 و16,000 في كل نادي، يفقدهم السيطرة. وهذول الكلتشيه اللي جايين يلعبون في الأندية إذا ما عندهم القدرة للسيطرة على النادي ما يبون النادي. هم جايين عشان رياضة، جايين لأغراض أخرى. فقصدي هذه الجوانب اللي تتعلق بالشأن الداخلي إذا قدرنا نرفع الإيقاف أو أن نقيم الحجة على الجهات الدولية أو نتبين قصة عندنا في الكويت الداخل، ما في قصة تكشف. ولذلك هذه يجب أن تعمل، بدونها سنبقى ندور في الحلقة هذه مفرغة، وسنبقى بكل أسف أنه أمام هذا الوضع الكارثي اللي ما له سابقة، أنه بعض أعضاء يقول حق الحكومة طلبوا من الجهات، طبعا في كلام أنه بعض يعني في تساؤلات طرحت من بعض الأعضاء، طيب من اللي راح يقدم التعهد؟ تكلم عن يقدم التعهد نصر الكويت، شلون يقدم التعهد؟ شلون اللجنة الأولمبية؟ شلون نصر الكويت؟ شلون الاتحادات الدولية؟ شلون نصر الكويت؟ ما يصير هذا الكلام. الحق أحق أن يتبع. الحق قانون 26 مثل ما على الرغم من عدم موافقته عليه بس هو شكل التزام الآن. في الجانب الثاني أنه أيضا شكل التزام على رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قال هذا زين. إذا أسوي اللي يقول عنه زين حاليا، وأنا سلطتي واسعة، سلطتي خلينا نقول مجلس الأمة وصلت شيء واسع في أن أنظر في كل التعديلات بما في ذلك مثل ما تفضلت الأمور اللي قد تكون مؤثرة داخليا، أنا أعتقد في التصدي لها. بس إن ضلينا في هذا الجدل هذا الأمر لن ينتهي، وأنا أعتقد هذا الأمر تبي عدة أطراف، تبي الأطراف متصالحة كل واحد لسببه، ويبون الأطراف أيضا اللي موجودين حاليا في المناصب الرياضية، خاصة اللي جو ينزلوهم بباراشوتات أو بمظلات. هذا ما يهم الرياضة، هذا يهم أنه يبقى الرياضة في الكويت كانت فعلا هواية بالنسبة للاعبين، هواية كانت فعلا تطوع بالنسبة للإداريين. الآن هي تطوع أي هواية. فلذلك ما في غير طريق واحد، تلغى القوانين المراسيم بقوانين، والقوانين اصدرت بعد 2012 إلى 2016 ويعمل بقانون 26 وتخطر كل الجهات، وإذا رفعت العقوبات تدك الساعة عندك على متسع من الوقت، فتحت المجال لكل شبابك لكل المشاركة. أما تقعد في هذا الجدل اللي ما له نهاية، واللي أنا أعتقد بعض الأطراف يبونه يمكن حتى لأغراض سياسية، لأن بعض الأطراف ما في شك هذا الأمر قد يخدمهم سياسيا، خاصة اللي يقدر يضلل الناس وين الخطأ وين الصواب. لذلك يعني بعض يتفضل، لكن أنا أعتقد خطوات يجب. الخطوة الأولى هو أن تسعى للطريق اللي ما في غيره يمكن يرفع العقوبات على الكويت، خاصة فيما يتعلق بكرة القدم اللي احنا عندنا فرصة لغاية 23/12/2016. جزاك الله خير. أبو عبد العزيز في سؤال ثاني إذا ممكن بس. ما أستطيع أن أقول لك ولا، لكن من خلال ما قرأته إن المذكرة قدمت وفيها موقع عليها 34 واحد، وال34 هو العدد الكافي، أو 33 حتى هو العدد الكافي لضمان تمرير أي قانون داخل مجلس الأمة في يوم واحد. لأن هذا ما في شيء قانون، وهذا القانون ترى لو فيها أي ميزة أن اللجنة الأولمبية الدولية ملزمة بالكلام اللي قالوه، ترى هذا الكلام ما أقوله، لكن هي ملزمة، وبالتالي
ال 34 نائب او ال 33 نائب او العدد اللي يشكلون اغلبيه. الان ترى يقدرون يسوونه، يتقدمون بطلب عقد جلسه خاصه، بتقديم اقتراح بقانون محدد على مو بالضروره يلتزم في اللي قلته، المهم الالتزام في انك تلتزم في المرسوم بالقانون 42 سنه 78 اللي حاليا ملتزم فيه، وتلتزم بالمرسوم بالقانون 26 2012 اللي كان ملتزم فيه، وتلقي كل ما عداه صدر بعد ذلك، يحطونه بشكل يدوي. هذا الامر اذا صار شو اللي يترتب عليه؟ واحده من اثنتين، تكشف حقيقه موقف الحكومه، وتستطيع الحكومه ان تواجهها اذا قالوا اي شيء، اذا قالوا في شيء تواجههم بالمذكره الايضاحيه للمرسوم بالقانون 26 اللي كانوا يحذرون انه ترى اذا هذا ما يقر ترى الايقاف قد يقع علينا مره ثانيه. هذا الحكومه تقول هالكلام. افترض ما حكومه مايت عطلت الجلسات، هو شنو ميزه الاغلبيه لما نقولها احنا يعني؟ اذا مايت الحكومه على طول استجواب لرئيس الوزراء، لان صار العمليه واضحه في الحاله هذه انهم ما يبروا في العقوبه، او عندهم اطراف من الاطراف في شكل الصراع ما يبروا في العقوبه، وبالتالي ما يقدرون يقولون بعد ان هذا عمل سابق هذا عمل حالي. انا ما سالتكم عن السابق، انا اقول لكم احنا جايبين قانون علشان نرفع العقوبه وبالزمن المحدد. انا اعتقد اذا صارت الدعوه مثلا بعد يوم بعد يومين، وش كثر الامور اللي صارت استعجال فيها. قانون البصمه الوراثيه تبي ساعات، قانون الكارثي اللي اضطروا بعد يتراجعون عنه لكن يجب ان يلقى، ترى قانون لا يزال نافذ. فطلب عقد جلسه من طب عقد جلسه ناشره، لكن انت عندك 33 او 34 اللي هو يكون اغلبيه مناقشه القانون، تصويت عليه في المداوله الاولى، تصويت عليه في المداوله الثانيه. الان في احتمالات عده، في احتمالات الحكومه ما تحضر استجواب، خلاص تكون واضحه. اذا انتم او نتيجه الصراع اي طرف من اطراف الصراع هو من يسعى لتعطيل العمليه تاخير واستمرار الايقاف علشان ننتصر على الطرف الثاني. او افرض جو امتنعوا صوتوا بعد الموافقه وراح القانون ردوه، انا اعتقد رده تستحق الحكومه مساءله ايضا. ما في احنا بعد هذا يعني انا قلت بعد نتيجه الانتخابات في اللقاء اللي سويته مع الجزيره، انا رسالتي كانت واضحه حق النواب. قلت ترى الشعب الكويتي لما جاي واختار النواب ما اختار اي واحد فيهم لاسمه لشخصه، ولا اختار اي واحد فيهم لعائلته، ولا اختار اي واحد فيهم لقبيلته، ولا اختار اي واحد فيهم لطائفته، ولا اختار اي واحد لحزبه. اختارهم لان الغضب الشعبي اللي تفجر ما كانت الحكومه مصورته، ولا كانوا اعضاء المجلس اللي طالبوا بحل المجلس مصورينه. الغضب الشعبي خلى كل واحد يعطي بارقه امل للناس اني والله انا بسوي كذي، انا بسوي كذي، انا ننتخبه. ليش صار الغضب الشعبي امس ايضا كان في غضب غير عادي، لان لاحظوا ان بعض الاسماء وبعض الاشخاص لم يلتزمون بما قالوا لهم. خليك قضيه انتخابات، ما يلتزموا بما قالوا لهم قضيه انتخابات. انا حسبت الكلام اللي ينشر كل واحد يقول انا التزمت، ظليت احط الاسماء اللي نشرت اللي قالوا عنهم اللي حضروا في مكان معين بدعوه. طلع عندي حسب التصريحات طلع عندي المجلس فيه 62 عضو مو 50. شو 62 يعني مو جمع الاصوات. فلذلك انا اعتقد الامر لا يزال متاح، الوقت لا يزال ممكن، العوده بدل ما يقولون حق الحكومه سووا، يقولون الطلب نفسه تغير في شيء واحد، احنا انتقدنا بالقانون التالي.
من 4 مواد، من 3 مواد إذا بقوا، ويدعون الجلسة طارئة الإيقاف، يقولون هذا الإيقاف، وإن تأخرت الحكومة يبقى هي اللي تبي إيقاف، يبقى إن تأخرت أكيد ما تأخر جاء ضغوط داخل الحكومة وبيراضونهم وبيجاملونهم. هذا الإجراء ما في له بديل، وراح تشوف الأيام الجاية. أصلا الطلب يقدم الآن والجلسة القادمة محدد لها 27 من 26. لا، احنا عندنا 23. فلذلك أنا زلت أتمنى فعلا أن يقدم حتى على الأقل الناس تستعيد شوية شيء من الثقة بجدية، بطلب عقد جلسة لمناقشة طلب واحد اللي هو اقتراح بقانون يقدم بإلغاء كل المراسيم بقوانين إصدارت بعد 2012 لغاية 2016، والإبقاء على المرسوم بالقانون 42 سنة 78 اللي معمول فيه حاليا، والمرسوم بالقانون 26 2012 اللي كان معمول فيه مرة أخرى، على الرغم من هذا الأمر أعتقد يعني بالسبق السيف العدل هذا صار فيه التزام. بس لا تنتهي. إذا هذا صار بعد ووقت خلينا نقول الحكومة ابدأ بدراسة كل الأوضاع اللي قد يكون لها تأثير على الشأن المحلي، بس تكون ضمنت أن هذه التهديدات اللي جايتك اليوم الثاني هي انتهت، وإذا ما انتهت تعرف أن الشغل عندك داخل السعودية. بس المايك عم ابو عبد العزيز متعبينك ويانا في اكثر من شخص. النشء ولا يمكن ان تسلم رعايه النشء حق ناس يحاولون الكسب تجاريا. اللي بيكسب تجاريا يروح يدور الارض ويشتري ويسوي محترفين، يسوي مثل يسوي برا يعني. خصخصة الأندية كلام فاضي. خصخصة الأندية هي عبارة عن محاولة استيلاء على أملاك الدولة، واستيلاء أيضا الأخطر يعني على أن يكونون كل الشباب تحت رعايتك. ما يصير، لا يمكن إلا أن تكون لا يمكن. انزين العم عبد العزيز سموحه بس حق انت تدري عقليات الحكومه مالتنا ما راح تتطور لين بعد 50 سنه لقدام، عرفت شلون؟ الانديه الرياضيه مالتنا للحين الارضيات قاعد نشوفها احنا، وقاعد نشوف واحنا كل ما نروح والله نتحسن، دائما نروح اسبانيا ولا نروح الدول ونشوف الارضيات الزينه. من قاعد تتسلم حق القطاع الخاص عم ابو عبد العزيز قاعد تصير فيها الدوره المستنديه مالتها وايد بسيطه، بس عندك الدوره الحكوميه يعني الاشياء المستنديه مالت الحكومه اجراءاتها وايد عقيمه وطويله، عرفت شلون؟ هذا شيء هم يحبط الشباب، عرفت شلون؟ غير كذي يعني بعض الناس الحين عندي انا ربعي وعيال عمي لاعبين محترفين على مستوى العالم يعني ياخذون ميداليات ويرفعون اسم الكويت. من يجون بعض المرات يقطعون من المعاش الجزئي مال الاحتراف الجزئي. يعني رزقه على يا اما على دوامه ورزقه على الرياضه مالته. شلون راح يقسم روحه عمي عبد العزيز؟ لا يعني انا اعتقد يعني صح الصراعات عمي ابو عبد العزيز بين الحكومه وبين بين الاشياء الداخليه كذي، بس هم نخلي نحط منظورنا عين الشباب لقدام، عرفت شلون ابو عبد العزيز؟ ويعطيك العافيه. لا يعني احنا لا يمكن ان نسمح بسبب الفساد المتعمد احيانا بان نغير الوضع. انه والله ما في ملاعب، ترى في الكويت ما كان في عندنا ملاعب مزروعه الى ما قبل دوره الخليج الثالثه اللي صارت في الكويت سنه 74 ما كان في عندنا ملاعب مزروعه. اول ملعب مزروع كان في كاظمه. طيب شلون صار هذا الملعب؟ هذا الملعب كلمنا الاطراف الرسميه بالجهه يعني الاطراف الحكوميه. هاي لما اقول لك الرياضه كانت في الاول كانت اعتراف كانت هوايه للاعبين وكانت تطوع للاداريين. حاولنا ما قدرنا نسوي شيء. ترى مجموعه من اعضاء النادي منا احنا يعني مجموعه بالفعل كنا نجي كل يوم وقررنا ان نزرع الملعب. ويمكن احنا بعد نتيجه غشاء ما اخترنا وقت مو زين، وقت الزراعه مو زين. لذلك اول ما بدينا انا ما بقول لك شو الاوصاف اللي قالوا لنا بعض اللي زاروا، لكن بقول اللي ينقال اللي ما ينقال يعني نكرم عنا الوجوه ان شاء الله. بدينا بزراعه الملعب. مثل ما قلت لك في صيف اخذ وقت، وبعد كميه المياه اللي يمكن تصلك مو كافيه. فنادينا مجموعه من يعني المسؤولين في الزراعه نبيهم يشوفون، وكلتنا نبيون الظهر صك قايله شهر 7 مدري ولا شهر 6. والله كنا يشوفون واحد حاط ايده الشكل سوي لنا كذي
مجهود ضايع انتم. يعني الحقيقه لقينا هدها اصاب، استمرينا بعدها بشهرين او والله اكثر شوي الملعب بدا يبين. اخذنا ذيك يوم احنا جايين، احنا طبيعي 3 و4 احنا ثابتين كل يوم مع مجموعه من العمال ومع مجموعه من الشباب المتطوع ايضا. اخذنا ذيك اليوم الملعب مفروش، ولا هذول بعض المسؤولين جايبينهم يقولوا لهم شلون يرونهم اول تجربه لهم الزراعه في الكل. هذا احنا مسوينه. شاهد لما انتهى الملعب خلص، عشان اقول لك شلون العمليه، عدينا قائمه بتكلفتنا. كم تصور تكلفه ملعب الكويت؟ ملعب كره قدم اول ملعب في الكويت كنا حاسبينه 15,000 دينار. بعثناه حق وزير الشؤون وجزاهم الله خير بالفعل، يعني قرروا الموافقه بفعل مجلس الوزراء وقرروا الموافقه على صفها. فغرضي لا يمكن ان ناخذ من الفشل الحكومي ومن الفساد الموجود سبب في انه والله ننقل. لا، رعايه الشباب مسؤوليه الدوله يجب ان تستمر. الخلل الموجود انا اعتقد نستطيع ان نعالجه. اللي بيسوي انديه رياضيه خاصه ويبي بطولات يروح يشتري له اراضي يسوي بطوله. انا اعتقد بالعكس نقول حق الشؤون سمحوا لهم، لكن مو في الانديه هذه. الانديه هذه بالعكس انا اعتقد يفترض يكون في اشراف، يعني اكثر قسوه شويه، اشراف بالذات على من يتولى الاشراف في الانديه، على من يتولى رعايه الشباب في الانديه، لان ايضا هذا ناحيه مهمه. عيالك وعيالي واحفادي بتوديهم تعرف من يتولاهم. انا ما اريد اني اقول احنا كنا غير عاديين في نادي كاظمه، لكن كنا نرى العديد من ابناء المسؤولين في بعض الجهات عندنا في النادي، لان بالفعل كان في نوع من الاختيار على الاقل. قد نخفق احيانا، قد ننجح احيانا، لكن كنا حريصين انه يتولى هذول الناس ايضا على مستوى معين وعيالهم يكونوا موجودين معهم. فانا اعتقد ايا كانت الاسباب لا يمكن الحديث على تسليم الانديه لاي طرف او خصخصتها بالكلام اللي يقولونه حاليا. الخصخصه لا تكون الا للمشروعات العامه، والمشروعات العامه هي المشروعات الاستثماريه المملوكه للدوله، وايضا مو مثل ما يطرحونه حاليا وفقا لاجراءات محدده بقانون خصص، مو مثل محطات البنزين اللي سووها قسموها على كم واحد. صح. ابو عبد العزيز العم، اذا تسمح لي انا بسالك سؤال. في الامس صدر كتاب ل3 لاعبين محترفين كويتيين خارج الكويت قاعد يمثلون البلد بعدم تفرغهم الرياضي، يعني مو راضين يوافقون التفرغ الرياضي. يعني اليوم احنا عندنا بصيص الامل للاعبين خارج الكويت انه يمثلون البلد. قلنا الكويت الوضع السيء في الكويت. انا اقول شيء عن تجربه يعني انا كانت عندي. الان طبيعي الوضع يمكن اختلف شويه. اللاعبين مهما اعطيناهم في الكويت حتى الان، يعني مهما اعطيناهم يبقى هذا ترى هاوي مهوات. لذلك في الوقت اللي كنا فيه اللي كنا اكثر في الاتحاد، انا كنت في الاتحاد كنت في وزاره البريد والبر، يمكن نص المنتخب كانوا عندنا في الوزاره. جو بعض الاطراجات الحكوميه اعترضوا وقالوا ما يجوز. كنت انا موظف، انا مسؤول عن الكلام، واذا في عقوبات مو عليهم طبقوها علي. ليش؟ لان هذا قاعد يعطي من نفسه للبلد، وبالتالي اذا قدرت انت ضمن القوانين انك توفر له ايضا ما يساعده، بالعكس لذلك نوظفهم في اوقات لا تتعارض مثلا مع وضعهم. قضيه التفرغ الان انا اعتقد من اكبر الاخطاء، يعني مو بس اخطاء لكن خطيئه ان يقف في وجه مجموعه من اللاعبين اللي يعني قدروا يطورون انفسهم ويوصلون الى مستوى انه بالفعل يمكن يتفرغوا، يمكن خلينا نقول يحترفون برا، ثم تيجي الدوله وتصدى لهم لاسباب واهيه بعدم السماح لهم بالتفرغ. هذه دعوه انا اقول بالعكس، هذه من الامور اللي افترض ايضا تصدى لها في القوانين الحاليه، في القوانين الجديده واللي لا يمكن الاتحاد الدولي يعترض عليه. اذا جاك اي لاعب وصل لمستوى انه في اي دوله عربيه، اي دوله حتى غير عربيه، انه يعترف، اعطى التفرغ الفتره اللي ممكن تحدد له فتره وتخليه على طول،
اذا لقيت هذا اللاعب بعد دخل. لكن اعتقد حتى بدون قيد، كم يعني تعطي التفرغ؟ كم يعني راتبه؟ 6 أشهر. انت يكفي هذا الانسان هناك موجود وهذا كويس. صحيح. فلذلك انا اعتقد قضيه التفرغ ويكفي هذه نصدر فيها قرار ترى سريع معايا قضيه، بس بكل اسف فتش دائما عن الصراع بين مختلف الاطراف في الوسط الرياضي، تلقى هذا هو السبب. فلذلك هي دعوه لكل الجهات الحكوميه وبالذات لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل او وزاره الشباب والرياضه الشؤون الاجتماعيه، بانه اي تفرغ اي انسان يصل الى مرحله ان بالفعل يستعان فيه من قبل انديه خارجيه محليه خليجيه او عربيه حتى اجنبيه، انا اقول هذا يرفع علم الكويت، يرفع اسم الكويت. فلا تردون باعطاء التبرع، هذا قلنا ما نتكلم عن المئات، نتكلم عن 2 و3 يعني. وانا اقول خلي يجمعون هذول كلهم، خلي يجمعونهم كلهم ويجمعون رواتبهم. اذا شافوا انهم يساوون راتب اي واحد من غير الكويتيين في مؤسسه البترول، وانا اقول هالكلام انا مسؤول لان ناشر. معدلهم 3800 دينار هذا ب 2011 قبل الزيادات. 3800 يعطون 79 دينار الشهري. كم تعطون هذا؟ لذلك انا اعتقد لا يفترض ان بالفعل يسمح لهم بالتفرغ. الله يعطيك العافيه. في الميدان الرياضي انا اقول لك عن فتره انا واصلها يعني. ارتكبوا خطيئتين. الخطيئه الاولى لما اوقفوا النشاط في وزاره التربيه. كان دوري وزاره التربيه من افضل اللاعبين اللي صاروا الانديه كانوا جايين من التربيه. الجانب الاخر اللي هم افضل منهم ايضا هي مراكز الشباب. مراكز الشباب يعني فتره خلينا نقول ان صح التعبير الذهبيه لكره القدم في الكويت، معظم لاعبينها منهم وبعض اللاعبين حتى من مركز شباب بلاد في الفيحة يعني او يمكن الشاميه وكذا. جاسم يعقوب، سعد الحوطي، ابراهيم دريم اعتقد، طبي وايد يعني كانوا في مراكز شباب. في وزاره الشؤون ذاك اليوم لما كانت اداره رعايه الشباب دار عندهم مدرب، انا اعتقد كان له فضل في الكويت على العديد من الشباب اللاعبين الشباب اللي اسمه مندي اعتقد مسوي اذا ماني غلطان. لذلك امرين انا اعتقد يفكرون فيهم حتى تطور، لان شنو؟ النادي المعين اللي لا ينضب له بالاول كلام الحين طبيعي النادي نفسه صار اللي هي وزاره التربيه من خلال الدوريه وانديه او مراكز الشباب. مراكز الشباب انا اعتقد هم الان اعتقد وانا اذا ماني غلطان انهم بدأوا يفكرون في معظم المناطق الجديده انه يكون فيها مراكز شباب فعلا الجديده. انا اتصور الان يفترض يتعامل مع كل المناطق حتى المناطق اللي ما فيها فرص، يعني يشوفون شلون يجب تنزل مراكز الشباب. مراكز الشباب هي لها جانب يتعلق في انه والله دعم الاحتياجات الانديه من خلينا نقول من هذا الجيل الجديد. الجانب الاخر انك ايضا تحفظ الناس اللي بسن معين في هالمنطقه نفسها. في ناس ما يروحون الانديه، في ناس ما يمارس رياضه مثلا في منطقه خلينا نقول وزاره التربيه هذه. لذلك لازم تكون في اكثر من فرصه، انديه شباب او مراكز الشباب، وزاره التربيه، الانديه نفسها. انت شلون تستطيع ان تستقطب كل هؤلاء الشباب وتجذبهم وتخليهم يمارسون هواياتهم؟ لان هذا يبعدهم الحقيقه عن اي تصرف اخر، عن اي توجه اخر، عن انحرافه. لذلك انا اتفق معك بالفعل كان في قصور، الاول كان في اهتمام غير عادي بمراكز الشباب وكذلك الانديه. يعطيك العافيه. شلون تطلب من حكومه طلبوا مهله بدل المهله 23 طلبوا مهله ولتكن 3 أشهر وتعهدوا بتعديل القوانين. شلون تقول حكومه تعهد؟ انت مارس هذا الحق، مارسه من خلال تعديل القوانين.
إلا بعد أنت ما عندك رؤية، هذه مأساة. هذا جانب. الجانب الآخر، من الحكومة اللي طالبين منها؟ خلي يطلعوا لنا كلهم على التلفزيون يقول لنا شنو رأيهم في الخطوات اللي يمكن أن تتخذ لرفع العقوبات. شنو؟ خلي يطلعون. ما يقدرون، ما هو اختصاصهم، صراع بينهم، بعضهم أطراف الصراع. أنت مارس حقك. إذا الحكومة اللي جيت تمارس الحق أرغلتك وقفتك، إلا بعد أنت ما عندك رؤية، هذه مشكلة بعد. أو مقدم هذا نتيجة خلينا نقول طلب من بعض أطراف الخارج، أيضا هذه مشكلة ثانية. لا، مارس هذا الحق. خاصة أنا ما كنت أقدر أقول هذا كلام لولا أنه في خط فاصل. هذا الخط الفاصل هو رسالة رئيس اللجنة الأولمبية. حددت قال شنو اللي يصلح، خلاص أنا أمسك في هذه، وبعدين أجي أنظر في القوانين كلها على راحتي وأعدل بالشكل اللي أيضا ما يؤدي إلى إيقاف مرة ثانية. لذلك جزاك الله خير. بس العم في آخر سؤال، مؤامرة ومدبرين ورتبينها. لو عندنا ناس يقدرون يدبرون هالشكل حتى لو يسوون شيء مو زي يسوون. والله ما أدري. لا، القصة ما فيها انك تأتي بأناس اختيارهم ما هو اختيار الأفضل. أنا أقول لك جيب أي واحد في أي قضية من الحكومة الحالية اللي وجهت له رسالة مذكرة، خلي يطلع أي واحد فيهم أمام العالم، أمام الشعب الكويتي، يقول رأيه في التعديل، في الاقتراح المقدم. ما هم مدركين. أنا أقول لك هذه نتيجة تجربة، يعني تجربة معاهم. مو كل اللي جو للاتحادات ولا اللي كل اللي عينوا في المراكز المختلفة ناس جايين، وخلنا نقول على الأقل تحاول أنك تجربه خلال مرحلة معينة. لا، هذا مهمته جاي على نزل مثل ما أقول لك باراشوت، خاصة في السنوات الأخيرة. الاختيار يتم على من هو الأقرب، من هو الصاحب، من الرفيج، بغض النظر عن إمكانياته. لذلك الآن شوف أكثر من يحارب تغيير الوضع هم الناس اللي نزلوهم باراشوتات في مختلف المواقع الرياضية بعد القانون الكارثي اللي صدر، قانون 34 سنة 2016. وأكثر من يحاول يوقف هذا الأمر الأطراف المتصارعة. وأيضا بالإضافة لهم اللي دازين بغينا نسميهم الهديب، اللي تابعين لهم، يعني اللي حاطينهم هذا شغلة أنه كل ما بقى فلان شيء طمر بالواجب. أدوات. فلذلك لا، أنا أعتقد عدم قدرة، عدم يعني احنا لما بغينا نسوي شيء في الاتحاد ما قدر يسوي شيء. احنا بدأنا في احنا بدأنا في 68 لما صار الخلاف حل ناديين، أو خلينا نقول عقوبات تأخذ بحق ناديين. اجتمعت 12 نادي وعملنا أول اتحاد ممثل من كل نادي 68. طيب ما دام بتسوي انتخابات عادية من أول يومين كانت عندنا خطة واضحة، سواء فيما يتعلق بطرد الكيان الصهيوني من آسيا، أو فيما يتعلق بالنشاط. أنا شخصيا قلت في كلمتي اللي مسجلة بالتلفزيون، يعني في كلمتي اللي قلتها في دورة الخليج الثالثة في الكويت على نادي الكويت اليوم، قلت ترى كانت القضية قضية تسيير البطولات في الكويت، يعني مستعدين نسوي جدول لمدة 50 سنة قدام، جدول مسابقات يعني سهل يعني. بس أنا أعتقد لا، علينا مسؤوليات، وأول مسؤوليات نيشا كان يتكلم عن جيل في ذاك الوقت، يعني لا الحين. أعتقد أول مسؤولياتنا هي مسؤوليات القومية. لا يمكن نقبل إسرائيل أو الكيان الصهيوني، أنا حتى ما أسميها إسرائيل، الكيان الصهيوني كان يعبث في آسيا، وإحنا في الاتحاد الآسيوي اتحادين عربيين، الكويت ولبنان. بدأنا من ذاك اليوم شلون نطرد الكيان الصهيوني من آسيا.
بدأنا أول بالاتصال في كل الاتحادات العربية وديناهم الأرض اللي بيسووا شيء ما يقدرون يوفونك. ولما وقفونا في الكويت سنة 88 اللجنة الأولمبية لما اشتركوا بالخليج بغينا نشترك بالخليج ما زعلنا فيهم. ولما القضية رفعت يعني من اللي على حق احنا واللجنة الأولمبية رفعت للفتوى والتشريع في ذاك الوقت، جاء قرار الفتوى والتشريع بأنه لا الاتحاد الكويتي على حق اللجنة الأولمبية ما استطاع أن تمنعه إلا لواحد اثنين ثلاثة بس. بس جانا الكتاب كان اللجنة الأولمبية عندها اجتماع أنا رحت حضرت اجتماع. فيعني لو يقدرون يتصوروا هالشكل اللي يسوونه بتخطيط. ما عليه آخر سؤال. آخر سؤال. السلام عليكم. أحد بشخصه بالتالي أنا أحترم كل الأشخاص، لكن أعتقد لا يمكن أن نقول أن هاي تسبب فيها فلان أو فلان بغض النظر عن من هو. أنا أتكلم عن تعهد صدر من رئيس الدولة في الكويت رئيس اللجنة الأولمبية بأنه خلونا نشترك، يعني اسمحوا للاعبين يشتركون في أولمبياد لندن في 2012 تحت العلم الكويتي، وإحنا نتعهد بأن نعدل القوانين. وافقوا اللجنة الأولمبية الدولية وافقت، واشترك لاعبينا على الرغم من وجود عقوبات أو إيقاف اشتركوا في لندن تحت العلم الكويتي. في الكويت أيضا التزمت، سمو الأمير التزم الكلام اللي قاله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وأعد المرسوم بالقانون رقم 26 سنة 2012. إذا أنا ما أقدر أقول اللي سوى هذا القانون فلان ولا علان، لا سوته الكويت. هذا جانب. الجانب الثاني في مجلسين مروا على القانون، على المرسوم بالقانون رقم 26 2012 ما حد تكلم فيه ولا قدم عليه تعديل، لا مجلس ديسمبر 2012 ولا مجلس 2013. الظاهر بغض النظر عن شو المقصود ان هذا الامر جاي من اللجنة الأولمبية الدولية، جاي من الاتحادات الدولية، التزمت الكويت بعد ما طاح سمو الأمير. لذلك الآن هل هذا يلقي الرقابة ولا ما يلقي؟ أنا ما أستطيع أن أقبل بذلك نهائيا. يعني أنا ما أستطيع أن أقبل أن أسلم على الأقل بأن القانون في هذا النص، لكن أفرض أن في هناك من يفسر هذا الأمر أو جاك اتحاد يفسر هذا الأمر. أنت الآن أمامك مشكلة حقيقية في الأول، مشكلة الإيقاف. الإيقاف ما يمكن أن يرفعه بشكل سليم وبشكل قانوني إلا بإلقاء، لأن بكل أسف هذا اللي صار، إلا بإلقاء القوانين والمراسم بقوانين اللي صدرت بعد 2012. يبقى أي واحد يعترض هذا بحقه، لكن لما يكون في موقعين 34 واحد يفترض فيهم أن هذول عدد كافي. القرارات في المجلس ما عمرها كانت بالإجماع، بل بالعكس أحيانا حتى ما عندك أغلبية. لكن إذا كان اللي يعرقل أي تعديل في مصلحة الكويتية الحكومة استجيب رئيس الحكومة، ما في كلام يعني. لذلك أنا ما أقدر أتكلم عن يبقى أي واحد حقه يقول يعني كل رأي، لكن إحنا أمام واقع لا يمكن أن يتصحح هذا الواقع إلا بالعودة إلى ما وافقت عليه اللجنة الأولمبية. وطرف ثاني مناسب الكويت حتى وإن كان بالكويت الدول العملية ما أعطيهم. لذلك أنا ليش أقول للمذكرة ما أعطيهم الفرصة بأن هم يروحوا يتحركون، لا أعيد العمل إلى الوضع اللي كان مقبول، ثم عندي متسع من الوقت بإني أدرس كل التعديلات اللي تشيل أي شوائب ولا تتعارض حتى مع الميثاق الأولمبي أو مع الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية.